السلام عليكم، مرحبا بكم معي اليوم في وصفه جديده. نتمنى هذا الاقتراح ديال اليوم يعجبكم، واللي هو شوربه القرع الاخضر مع البواغو. اللي كنحتاجو فيه بالنسبه للمقادير: لا كريم فريش، الزبده، بطاطس حبه، الملح والفلفل الاسود، قطعتين من الجمل المثلث، 3 ديال القطع من البوارو، والقرع الاخضر. هادو هما العناصر اللي غادي نحتاجو فيها. غادي ناخذ البواغو، غادي نقطعوه بهذا الشكل هذا دوائر، وكذلك القرع الاخضر والبطاطس. صافي هنايا قطعنا الخضر ديالنا، وغادي ندوزو للطريقه ديال التحضير. بقاو معايا، ما تنساوش ديروا لي جيم الى عجبكم الفيديو. وهنايا خديت طنجره وثلاث قطع ديال الزبده اللي عندنا، كندوبوها حتى كتسخن، ومن بعد هي فاش غادي نشحروا البوارو ديالنا. صراحه هاد الطريقه هذه كتعطي واحد النكهه مميزه للشوربه ديالنا، كتجي لذيذه، لانه القرع الاخضر كيف ما كنعرفوا ما كيكونش فيه واحد المذاق اللي باين، وبهذه الطريقه هذه كنلذذوه. كنعرفوا ان البواغو فيه واحد المذاق مميز، وفاش كنشحروه هكايا مع الزبيده كيعطينا واحد المذاق احسن وكيجي لذيذ. هنايا من بعد ما دابت لي الزبده كنرمي هذاك البواغو، كنبدا نشحر فيه هكايا حتى كيدبل. هاد الطريقه هذه مهمه جدا في الشوربات على العموم، يعني كل ما كتشحروا البصل مع الخضر كيعطينا مذاق اروع وكيفرق في المذاق صراحه. هنايا ضفت التوابل اللي هي الملح والفلفل الاسود، كنستعملوا هاد العنصرين فقط بالنسبه للتوابل. وبالنسبه اللي ما عندوش البواغو ممكن انه يستعمل البصل عادي. البواغو كنعرفوا انه فيه واحد المذاق مميز يعني البصل، لكن حتى البصل كيعطينا مذاق زويون. صافي هنايا ضفت القرع والبطاطس. البطاطس الدور ديالها انها كتعقد لينا هاد الشوربه، وكتجينا عاقده وخضره لذيذه في نفس الوقت. هذه الطريقه من بعد ما كطيب لينا، هنايا راه طابت وداك الماء ديالها نقص، كنطحنوها مع دوك القطعتين ديال الجبن، ملعقه كبيره من القشطه الطريه اللي كتعطيها واحد المذاق رائع فعلا، ما كتحسوش بها بانها شوربه ديال القرع. وهذه هي النتيجه. قدمت لكم بهذا الشكل هذا بالصحه والراحه، نتمنى تجربوها وتعجبكم، والى اللقاء في فيديو مقبل. السلام عليكم، مرحبا بكم معي اليوم في فيديو جديد. اقتراح اليوم هو شوربه القرع الاحمر والجزر، اللي هي مفيده وذات قيمه غذائيه عاليه بالنسبه للاجسام ديالنا، كتقوي المناعه وعندها عده فوائد. وبسم الله على بركه الله نبداو الوصفه ديالنا. بالنسبه للقرع الاحمر كنحتفظ به في المجمد بهذه الطريقه هذه، كنقطعو مربعات باش كيسهل عليا انني نستعملو في الشوربات. وبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاج في هذه الشوربه، غادي نحتاج حبات من البوارو، القليل من الفلفل الاسود، هذه الكميه من القرع الاحمر، قطعتين من الجبن، قشطه الطريه، ملعقه كبيره من الزبده، حبه من البطاطس، وحبتين من الجزر، وكميه من الملح. هادو هما المقادير. وندوزو الى طريقه التحضير. كناخذوا قطعه الزبده كنوضعوها في الطنجره ديالنا حتى كتذوب لينا وكتسخن، ومن بعد غنكملوا باقي المراحل. بالنسبه للزبده كتعطينا واحد الطعم اللي غزال في هاد الشوربه، واللي كيكون مميز مع البواغو. يعني في هذه المرحله مهم جدا انكم تشحروا البوارو ديالكم حتى كيطلق المذاق ديالو وكيدبل. بالنسبه اللي ما متوفرش عنده البوارو ممكن له انه يستعمل البصل عادي، حتى هو كيعطينا تقريبا نفس النتيجه. الفرق هو في الطعم ديال كل واحد فيهم. وهاد الطريقه ديال التشحار مهمه جدا باش تحصلوا على الطعم البنين واللذيذ في الشوربه ديالكم. وبالنسبه ليا غادي نضيف كذلك في هذه المرحله هذه الجزر اللي قطعته دوائر. كنعرفوا بانه الجزر او هاد الخضر اللي كتكون عندها هذا اللون برتقالي فهي مهمه لصحه النظر. فمع تقدم السن كنعرفوا بانه الانسان كينقص له الشوف او النظر ديالو، فاذا اعتمد هاد الشوربات او هاد الخضر في الاطباق ديالو يعني كيحمي راسو من هاد المشكل هذا قدر الامكان. في هاد المرحله هذه ضفت التوابل، كنستمر كنشحر الخضر ديالي باش كتطلق لنا المذاقات ديالها وباش كتعطينا واحد النتيجه روعه في الاخير.
وبالنسبه لفوائد القرع الاحمر غادي نذكرها لكم لانه مهمه جدا وبغيتكم تعرفوها. بالنسبه للناس اللي ما عارفينهاش بانه كيحتوي على اكبر مصدر للبيتا كاروتين اللي هو اقوى مضاد للاكسده، كيحمينا من الاصابه بامراض السرطان. نجينا وين نجيكم يعني في هذه الميزه هذه اللي كتعطيه هذه القيمه الغذائيه الكبيره والعاليه، وكذلك كيحمينا من علامات التقدم في السن، يعني كيعطينا واحد النضاره للوجه، واحد الصحه للشعر، كيعطينا صحه كذلك للقلب والشرايين، كيحمينا من الاصابه بامراض السكري. المرض السكري اللي هو اصبح منتشر مؤخرا، يعني فيه واحد العديد من المزايا. كيحتوي كذلك على المعادن ومن اهمها البوتاسيوم اللي هو مهم جدا للجسم، الفيتامين جيم، الفيتامين الف، لانه فاش كيدخل الجسم ديالنا كيتحول لفيتامين الف. فيه العديد من الفيتامينات والمعادن والالياف كذلك، يحتوي على الالياف، يعني هو مصدر غني جدا ومفيد بالنسبه للجسم ديالنا. ونكمل معكم بالنسبه للشوربه. من بعد ما رويتها بالماء وطابت طحنتها وضفت ليها قطعتين من الجبن وملعقه كبيره من القشطه الطريه، هادو اختياريين. وبالنسبه للزين زينتها بالقليل من الجبن الاحمر ورشيت واحد الرشه ديال الاوريغانو او الزعتر. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، ونتمنى الفيديو ان شاء الله الماجي يلقاكم في اتم الصحه والعافيه. الى اللقاء في وصفة جديدة إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم، كيف الأحوال؟ نتمنى يلقاكم فيديو اليوم بأحسن حال يا رب. اليوم عندي لكم وصفة ديال الحريرة المغربية بطريقة جد سهلة ومبسطة. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو في هذه الوصفة العظام ديال البقري، كناخدوهم من عند الجزار. عندنا زلافه ديال طماطم صغيره لي طوماط سوريس، عندنا 3 المعالق كبار ديال المركز الطماطم، زلافه ديال الحمص، نص زلافه ديال العدس. عندنا بالنسبه للقزبر والمعدنوس ديما كنديروا القزبر اكثر من المعدنوس في الحريره، هذا من بين الاسرار. عندنا بصله متوسطه الشاريه القليل فقط كنستعملوه في اخر الوصفه. عندنا السمن واحد المعلقه صغيره كنحتاجها في الاول وحده في الاخير باش كتخلي لنا ديك البنه ديال السمنه في الحريره ديالنا. المهم بالنسبه للتوابل هادو كنحتاج في التوابل عندنا معلقه كبيره ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الخرقوم، معلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال الملحه. وبالنسبه للضامه هذه اختياريه، اللي بغى يستعملها هي كتزيد تعزز النكهه ديال الحريره. عندي واحد الضامه ديال البقري، عندي نص معلقه صغيره ديال القرفه. كناخذوا الكاس فاش غادي نطحنوا لي طوماط سوريس والربيع والبصله. غنبداو نقطعوا ديك البصيله ديالنا نحطوها، وغادي نضيفوا ليها لي طوماط سوريس الزلافه ديالنا، وغادي نزيدو نضيفوا التوابل، وغادي نزيد الماء باش غادي نخلط الكل. عندي واحد الكاس ديال الماء نخلط به هاد العناصر، وعندي حتى الربيع غنضيفو، ها هو ضفتو. المهم غادي نخلط هاد الشيء نميكسيه مزيان. هاد الخلطه هادي ناخذ الكوكوط ديالي غادي ندير فيها هادوك الطريفات ديال العظومه، انا حطيتهم. غادي نزيد عليهم هذاك الشيء اللي طحنا في الكاس، غادي نزيد عليهم الحمص والعدس حتى هو، وغادي نضيف ليهم معلقه ديال السمن. هيا زدتها، وغادي نزيد واحد 4 المعالق حتى ل5 ديال زيت الزيتون، وغادي ندي هادشي فوق النار. غادي نضيف هاد المرحله عندي هنايا الكرافس كونجلي جبتو من الكونجيلاتور. غادي ندير نص ديال الكميه والنصف غادي نخليه حتى الاخير باش كيخلي لنا ديك النكهه ديالو. المهم انا ضفت النصف وخليت نصف
حتى المرحله الاخيره. بقاو معايا تبعوا معايا المراحل. هاد الحريره كتجي لذيذه وسهله في التحضير. كيف ما كتشوفوا معايا غادي نشحر هادشي مزيان فوق البوطه، غادي نحركو، ومن بعد غادي نضيف له الماء. نجهد واحد الاترو ديال الماء سخون في نفس الكاس، غادي بحال كتشللوا داك الكاس من دوك البقايا اللي بقاو فيه. خديت نفس الكاس فاش طحنت هذوك العناصر هو اللي ضفت فيه الماء، حيت عندي كاس ديال الزاج ماشي مشكل اللي درتو فيه الماء ساخن. صافي كنكب الماء القياس اللي غادي طيب فيه الحريره. هنايا كبيت اترو وزدت واحد نصف لتر، يعني في المجموع لتر ونصف ديال الماء غنسد عليها. ودابا حليت على الكوكوط ديالي من بعد ما طاب ليا كلشي، وغادي نستعدوا للمرحله الاخيره. ودابا غادي ندوزو للمرحله الاخيره. هذه الخلطه اللي غادي ندوروا بها الحريره ديالنا. كناخذوا هذاك الكاس فاش غادي نطحنوا هاد العناصر، كنديروا فيه الماء، كنزيدوا طحين 4 معالق كبار ديال الفورس، الاولى الثانيه الثالثه والرابعه. من بعد غادي نزيدوا الطماطم المركزه اللي قلنا 3 المعالق كبارين. هاد الحريره السر ديالها حتى هاد الطماطم المركزه كتعطي هذيك الحموضه اللي كتجي لذيذه، كتجي زوينه في الحريره. من بعد غادي نزيد الربيع، انا غادي نضيفو دابا، وداك شويه ديال الكرافس اللي قلنا نحتفظوا به في الاخير. صافي وغادي نسدو عليها ونطحنوا هادشي كامل. من بعد راه غادي نزيد واحد شويه ديال الماء باش غادي نخلط هادشي تقريبا بحال غادي يجي في المجموع واحد لتر ديال الماء، هو باش غادي نحركوا هاد الحريره. بهذه الطريقه ما كتحتاجوش ديروا الطحين وتبداو تصفيو الصفايه. المهم هذه طريقه سهله وجد عمليه. هنا في الميكسور كلشي كيتخلط، كلشي كيتجانس، كتجينا ساهله. انا كيف ما قلت لكم زدت الماء. دابا غادي نضيف هاد الخلطه هذه الحريره ديالنا من بعد ما طابت. ها هي كيف ما كتشوفوا طاب الحماص، طاب العدس، كلشي مهم هنا راه طايب. غادي نضيف هذيك الخلطه ديالي وغادي نبدا نحرك. المهم البنات نوصيكم على التحراك، مره حركوها باش ما يلصقش لكم الطحين في قاع الكوكوط. المهم حيت فاش كيلصق كيعطي واحد الريحه ما زويناش وتيخسر لكم الحريره ديالكم. المهم حضيوها في هذه المرحله هذه، بقاو تحركوها مره. كيف ما كتعرفوا الطحين الا لصق صافي كيعطي ديك النكهه ما زويناش. المهم هذه خذوها بعين الاعتبار هذه الملاحظه بالنسبه للبنات المبتدئات اللي ما عارفينش. هاد النصائح راه كينفعوهم بزاف. وهنا زدت الماء كيف ما كتشوفوا، وغادي نزيد الشعريه. ها هي صافي وغادي نبدا نخلط. المهم بقاو تخلطوا، استمروا في التخلاط حتى نعرفوا بانه هذاك الطحين وداك الشيء كامل ما لاصقش. صافي كنزيد هنايا السمن، ضفت السمن هكا باش كيخلي لنا ديك النكهه ديال السمن في الحريره، كتجي زويونه، كتعطي ديك الريحه ديال السمن. يا سلام. صافي انا دابا كنحرك بحال هكايا. المهم فاش غادي طيب الحريره ديالنا راه غادي تزاد اللون ديالها، غادي يولي احمر في الاخير، ما غاديش يبقى بحال هكايا، غادي تزاد الدرجه ديال الحموريه ديال هاد الحريره. هنايا محدد الحريره كطيب ودوك الطماطم المركزه كتطلق اللون ديالها. هنايا كنبقاو نحركو بهذه الطريقه. المهم كيف ما كتلاحظوا في الفيديو راه دابا مازال ما طابتش، وباش غادي تعرفوها راه طابت غادي نوريكم كيفاش في الاخير. هانتوما دابا فاش كتبدا دير هاد البويقات هنايا كيكونوا قلالين، كنبداو نحركو. مي فاش كيبداو يكثروا
كتشوفوا هذوك الفقاعات كتير، صافي كنعرفوا الحريره ديالنا راه واجده وبالصحه والراحه. راه كتجي لذيذه. هانتوما كيف ما كتشوفوا هذه ما خفيفه ما ثقيله، كتجي هي هذيك. بالنسبه للناس اللي كيبغيوها خفيفه راه يمكن لكم تخففوها بشويه ديال الماء، ولكن هاد لا تكستور ديالها هي هذه مناسبه، كتجي مزيانه. نتمنى تعجبكم وتنال رضاكم. هيا هنايا كيف ما كتشوفوا هذوك البويقات او الفقاعات راهم شفتوهم كي كيديروا كيتزادوا. المهم اللون ديالها كيولي في داك اللون اللي بغيناه احمر. هنايا كتعرفوها وجدات. غندريسي معكم هذوك العظيمات يمكن لكم تحيدوهم في هذه المرحله هذه. صافي راه اداو الغرض ديالهم وبصحتكم وراحتكم. قدمتها لكم بهذا الشكل، كنتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. بالصحه والراحه، وان شاء الله الى فيديو مقبل ووصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال البغرير كيجي رائع هائل خفيف كيف ما كنبغيوه كاملين. بسم الله على بركة الله. غادي نحتاجو فيه كأسين من الدقيق الفينو او الدقيق القمح الصلب اللي كيجي رقيق، وكأس من الدقيق الكامل اللي كنحيدو النخاله ديالو الغليظه وكنخليو النخاله رقيقه. كيجي رائع فيه واحد البنه رائعه وتيجي فيه واحد الخفه هائله غادي نوريها لكم في اخر الفيديو. وكذلك غادي نضيفو في هذا البغرير البيض اللي كيعطيه واحد القوام رائع، واحد المذاق جد مميز. بالنسبه لهاد الكميه نحتاجو فيها بيضه كامله، نحتاجو كذلك ملعقه صغيره من خميره الخبز حبيبات، ملعقه صغيره من السكر الخشن، وملعقه صغيره من الملح، وكيس من خميره الحلويات من وزن 7 غرام. هادو هما المقادير. بقاو معايا باش نوريكم كميه الماء اللي غادي نحتاجو في هاد الكميه ديال الدقيق باش كيجيكم بغرير خفيف وكيشهدا وكمثقب. المهم تبعوا معايا باش تشوفوا النتيجه في الاخير. كناخذوا الكاس فاش غادي نطحنوا هاد المكونات، كنوضعوا الدقيق بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف السكر كذلك الخميره، وغادي نضيف البيضه الكامله، وغادي نضيف الملح. يعني كنضيف المكونات كلها دفعه واحده. وبالنسبه لخميره الحلويات كنخليوها حتى لاخر مرحله، يعني من بعد ما كنطحنوا جيدا هذا الخليط هذا. ضروري انكم تطحنوه، هذا من بين اسرار نجاح البغرير، يعني باش كتحصلوا على واحد البغرير اللي كيكون ناجح. وغادي نضيف الكاس الاول من الماء، والكاس الثاني، والكاس الثالث، والكأس الرابع. كنخلطو بواسطة ملعقة باش ما كيبقاش هذاك الدقيق حاصل لتحت بهذا الشكل هذا حتى كيمتزجوا وسط الكأس. كنطحنوه باش كيسهل علينا اننا نطحنوه. وغادي ندوز معكم هكايا باش غادي نطحنو مزيان هذا الخليط هذا. كل مره كنطلع ليه وكنشوف العجين واش هو هذاك بالنسبه للقوام ديالو. الا كان خاصكم الماء كتضيفوه، الا ما كانش خاص صافي كتكتفيو بهذا المقدار. يعني غادي تحتاجوا 4 كؤوس مملوءه من الماء، كل كأس كيوزن 140 ملي. وبهذا الشكل هذا تحصلنا على عجين اللي كيكون متجانس. هذاك العجين كتشوفوا فاش كتحلوا عليه كتشوفوا واحد الفقاعات اللي كتكون كثيره، تما كتعرفوا راه تطحن معكم مزيان. وهنايا غادي نضيف خميره الحلويات لاننا كنخليوها هي الاخرى. وبهذا الشكل كنكونوا انتهينا من اعداد العجين. وغادي نوضع هذا الخليط في واحد لوبول، وغادي تغطيوه بالفيلم اليمونتير وتخليوه واحد 5 دقائق حتى 10 على ما كيخمر معكم. وصافي كتبداو العمليه ديال الطهي ديالو. وهنايا كنوضعوا المقلاة حتى كتسخن، كنفرغوا واحد الكميه من العجين وكنتركوها حتى كتثقب وكتبان لينا راه طابت من الفوق. كنزولوه. المهم نخليكم ما غاديش نقطع هاد اللقطه هذه باش تشوفوا العمليه ديال طهي البغرير وتشوفوها كي كتثقب كامله والنتيجه اللي كنتحصلوا عليها في الاخير.
وهنا رجعت لكم من بعد ما ساليت البغرير ديالي. شفتوا النتيجه الروعه. شفتوا هذا البغرير هذا كيفاش جا مثقب وخفيف خفيف بزاف، والمذاق ديالو رائع بفضل داك البيض اللي ضفنا له وداك الدقيق ديال القمح الكامل اللي فيه واحد اللذه واحد البنه. يعني كنفضل انايا هاد الطريقه الف مره على الدقيق الابيض، كيعطي نتيجه رائعه. شفتوه كيفاش خفيف، كيجي خفيف ولذيذ في نفس الوقت. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه هذه وفعلا غادي تلاحظوا الفرق. وندوز ان شاء الله معكم الطريقه ديال التقديم. قدمت لكم بهذا الشكل هذا. المهم كنرافقوه مع الزبده والعسل كندوبوهم وكتسقيو به البغرير ديالكم، تيجي روعه وشهوه منه. او كنديروا طريقه واحده اخرى وهي كناخذوا الجبن كندهنوا البغرير ديالنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، وغادي نضيف كذلك العسل باش كنعطيوه القليل من الحلاوه. فعلا تيجي رائع جدا بكلتا الطرق، والتزيين كيبقى لكم على حسب الرغبه. كترافقوه بالاشياء اللي كتحبوها وكتفضلوها. ومن بعد ما زينت هاد القطعه الاولى غادي ندوز للقطعه الثانيه، غادي نزينها بنفس الشكل. كنوضع الجبن ونوضع العسل وغادي نقسمهم على النصف او الى جزئين، وكيجيونا بهذا الشكل الجميل والانيق. وكنقدمهم بهذا الشكل هذا. ممكن انكم تزينوهم بخطوط من العسل من الفوق كيف ما زينتهم انايا، وكنقدمهم لكم بهذا الشكل بالصحه والراحه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم. ما تنساوش لي لايك، ومع السلامه في فيديو اخر وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناه. اليوم غادي نقدم لكم الوصفه ديال البغرير. كيجي رائع هائل خفيف كيف ما كنبغيوه كاملين. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا فيه كاسين من الدقيق الفينو او الدقيق القمح الصلب اللي كيجي رقيق، وكاس من الدقيق الكامل اللي كنحيدوا النخاله ديالو الغليظه وكنخليو النخاله رقيقه. كيجي رائع فيه واحد البنه رائعه وتيجي فيه واحد الخفه هائله غادي نوريها لكم في اخر الفيديو. وكذلك غادي نضيفوا في هذا البغرير البيض اللي كيعطي واحد القوام رائع واحد المذاق جد مميز. بالنسبه لهذه الكميه نحتاجوا فيها بيضه كامله، نحتاجوا كذلك ملعقه صغيره من خميره الخبز حبيبات، ملعقه صغيره من السكر الخاشن، وملعقه صغيره من الملح، وكيس من خميره الحلويات من وزن 7 غرام. هادو هما المقادير. بقاو معايا باش نوريكم كميه الماء اللي غادي نحتاجو في هاد الكميه ديال الدقيق باش كيجيكم بغرير خفيف وكيشهدا وكمثقب. المهم تبعوا معايا باش تشوفوا النتيجه في الاخير. كناخذوا الكاس فاش غادي نطحنوا هاد المكونات. كنوضعوا الدقيق بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف السكر كذلك الخميره، وغادي نضيف البيضه الكامله، وغادي نضيف الملح. يعني كنضيف المكونات كلها دفعه واحده. وبالنسبه لخميره الحلويات كنخليوها حتى لاخر مرحله، يعني من بعد ما كنطحنوا جيدا هذا الخليط هذا. ضروري انكم تطحنوه، هذا من بين اسرار نجاح البغرير، يعني باش كتحصلوا على واحد البغرير اللي كيكون ناجح. وغادي نضيف الكاس الاول من الماء، والكاس الثاني، والكاس الثالث، والكاس الرابع. كنخلطوا بواسطه ملعقه باش ما كيبقاش هذاك الدقيق حاصل لتحت بهذا الشكل هذا حتى كيمتزجوا وسط الكاس. كنطحنوه باش كيسهل علينا اننا نطحنوه. وغادي ندوز معكم هكايا باش غادي نطحنوا مزيان هذا الخليط هذا. كل مره كنطلع ليه وكنشوف العجين واش هو هذاك بالنسبه للقوام ديالو. الا كان خاصكم الماء كتضيفوه، الا ما كانش خاص صافي كتكتفيو بهذا المقدار. يعني غادي تحتاجوا 4 كؤوس مملوءه من الماء. كل كاس كيوزن 140 ملي. وبهذا الشكل هذا تحصلنا على عجين اللي كيكون متجانس. هذاك العجين كتشوفوا فاش كتحلوا عليه كتشوفوا واحد الفقاعات اللي كتكون كثيره، تما كتعرفوا راه تطحن معكم مزيان. وهنايا غادي نضيف خميره الحلويات لاننا كنخليوها هي الاخرى. وبهذا الشكل كنكونوا انتهينا من اعداد العجين. وغادي نوضع هذا الخليط في واحد لوبول، وغادي تغطيوه بالفيلم اليمونتير وتخليوه واحد 5 دقائق حتى ل10 على ما كيخمر معكم.
وصافي كتبداو العمليه ديال الطهي ديالو. وهنايا كنوضعو المقلاة حتى كتسخن، كنفرغو واحد الكميه من العجين وكنتركوها حتى كتثقب وكتبان لينا راه طابت من الفوق. كنزولوه. المهم نخليكم ما غاديش نقطع هاد اللقطه هذه باش تشوفوا العمليه ديال طهي البغرير وتشوفوها كي كتثقب كامله والنتيجه اللي كنتحصلوا عليها في الاخير. وهنا رجعت لكم من بعد ما ساليت البغرير ديالي. شفتوا النتيجه الروعه، شفتوا هذا البغرير هذا كيفاش جا متقب وخفيف خفيف بزاف والمذاق ديالو رائع بفضل داك البيض اللي ضفنا له وداك الدقيق ديال القمح الكامل اللي فيه واحد اللذه واحد البنه. يعني كنفضل انايا هاد الطريقه الف مره على الدقيق الابيض، كيعطي نتيجه رائعه. شفتوا كيفاش خفيف، كيجي خفيف ولذيذ في نفس الوقت. نتمنى تجربوه بهذه الطريقه هذه وفعلا غادي تلاحظوا الفرق. وندوز ان شاء الله معكم الطريقه ديال التقديم. قدمت لكم بهذا الشكل هذا. المهم كنرافقوه مع الزبده والعسل كندوبوهم وكتسقيو به البغرير ديالكم، تيجي روعه وشهوه منه. او كنديروا طريقه واحده اخرى وهي كناخذوا الجبن كندهنوا البغرير ديالنا بهذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، وغادي نضيف كذلك العسل باش كنعطيوه القليل من الحلاوه. فعلا تيجي رائع جدا بكلتا الطرق، والتزيين كيبقى لكم على حسب الرغبه، كترافقوه بالاشياء اللي كتحبوها وكتفضلوها. ومن بعد ما زينت هاد القطعه الاولى غادي ندوز للقطعه الثانيه، غادي نزينها بنفس الشكل. كنوضع الجبن ونوضع العسل وغادي نقسمهم على النصف او الى جزئين وكيجيونا بهذا الشكل الجميل والانيق. وكنقدمهم بهذا الشكل هذا. ممكن انكم تزينوهم بخطوط من العسل من الفوق كيف ما زينتهم انايا، وكنقدمهم لكم بهذا الشكل بالصحه والراحه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، ما تنساوش لي لايك، ومع السلامه في فيديو اخر وصفه جديده ان شاء الله. استودعكم الله الذي